السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، السيد محمد الإثيوبي أخبار اليوم يعطينا. تفضلوا معنا، اسمعوا أخبار. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وشكرا لكم يا جماعة الخير. نحن عندنا مشاكل اثنين في بلدنا وفي بلد العرب. أنا بعلمكم إن شاء الله المشكلة هذه الاثنين، لكن أنا بكلمكم من مدينة الفنفنة، البلد أوروميا. هذا اسم أصلي قديم. اسم جديد اللي أنتم تعرفون أديس أبابا إثيوبيا، هذا ما هو اسم أصلي أوروميا وفنفنة. نحن ممكن القبيلة الأورومو ممكن أكثر من 70 مليون. في واحد نفر يقول 50 مليون زيادة الحين، ممكن أكثر من 70 مليون. القبيلة دو منطقة الثاني أمارة وتجري ما يجي ممكن 10 مليون، كل ما تجي 30 مليون. يعني أورومو مرة أكثر من قبيلة الإثيوبي، أكثر كبير مرة. يعني ممكن نقدر بنقول الإثيوبي كله الأورومو. المشكلة اللي في دولتنا، نحن ما عندنا رئيس كويس. دكتور أبي أحمد ما في مك مرة، أكل ما عنده مك. ده الحين يذبح ناس، ونفر اللي فيها مشكلة في بلد العرب ما يشيل من الطيارة، يعني ما يساعد الإثيوبيين. هو ده الحين يبغى يجلس على الكرسي بس، هذا الله يقلع. والثاني الأكبر، نحن نطلع في بلدنا نتعشى فيها دولة العرب، في دبي، الكويت، سعودي، قطر، جردان، بيروت، كثير كل دولة العرب. يجي مشكلة علينا. مثلا قدامة نفر يطلب منها من إثيوبيا يرمي فوق الإمارة، ما يعطيها راتبها، والرجال برضو يطردون من مكان الشغل. والله مشكلة كبيرة يا أخي، حرام عليكم، تكفى يا دولة العرب، لا تحاوشوننا، لا تذبحوننا، لا أعطونا راتبنا. شكرا سعيد محمد الإثيوبي. إن شاء الله الرسالة هذه اللي جاءت عنده وزعها على كل الدولة إن شاء الله وتيسر أموره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.